حضراتكم بخير أعزائي الطلبة والطالبات، زملائي أعضاء هيئة التدريس. أولا هنتكلم النهاردة عن جولة تاريخية تحت عنوان الوطن العربي بين الماضي والحاضر مع مجموعة أصدقاء التاريخ في مدرستنا ميت الرخا رقم 1. أولا هنتكلم عن محاور هامة في فهمنا للوطن العربي، وأول محور دول الوطن العربي الجناح الافريقي والجناح الاسيوي. اتفضل. عندنا دول الجناح الافريقي 11 دول، ومنهم موريتانيا، المغرب، تونس، جزائر، ليبيا، مصر، السودان، جيبوتي، صومال، جزر القمر. دول الجناح الاسيوي 12 دولة، وهم فلسطين، اردن، لبنان، سوريا، عراق، الكويت، بحرين، قطر، امارات، عمان، يمن، سعودية. شكرا. هنتكلم عن نمط اخر، هيتفضل يكلمنا عليه. تعريف معدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد نسبة المواليد إلى إجمالي عدد السكان، ونسبة الوفيات إلى إجمالي عدد السكان. تمام. نيجي بقى على محور آخر وهو نمط معدل الوفيات. اتفضل. معدل الوفيات هو نسبة الوفيات إلى إجمالي عدد السكان في عام معين. تمام. يبقى كده يا أولاد عرفنا معدل المواليد ومعدل الوفيات. تعالى اتفضل، هتقول لنا إيه في النجوى دي؟ يا أستاذ، المناطق الصحراوية مثل الصحراء الكبرى في الجناح الأفريقي، والصحراء الربع الخالي في الجناح الآسيوي. تمام، شكرا. هننتقل إلى محور آخر يعني. يتركز سكان الوطن العربي في المناطق السهول الفيضية والسهول الساحلي، وبعض المناطق المرتفعة والمناطق الصناعية والتعدينية. شكرا. مثل مرتفعات لبنان. تمام. هننتقل على محور آخر. اتفضل تونس. صفات المرأة في الإسلام. أصبحت المرأة تتمتع بمكانة كبيرة في الإسلام، حيث حرم الإسلام وأد البنات، وأوصي بمعاملة المرأة بالود والرحمة، وأعطى لها الحق في الميراث وتملك الأموال. تمام، شكرا. دي إحدى والتراث العربي الأصيل. ننتقل إلى دي. يعاني سكان الوطن العربي من مشكلة البطالة، حيث بلغ 11% عام 2021، يشمل كل من فلسطين والأردن والصومال وجيبوتي أعلى معدلات البطالة بالوطن العربي. شكرا. دي إحدى المشكلات الوطن العربي. تعالى اتفضل تقول لنا إيه؟ مشكلات الأمية. ظهرت مشكلات الأمية بالوطن العربي بسبب التسرب من التعليم وعدم قيد كل الأطفال بالتعليم الابتدائي، وبلغ معدل الأمية نحو 25% عام 2020 ميلادي، ولكنه يزيد ببعض الدول العربية عن 40% مثل موريتانيا وجزر القمر. ننتقل إلى محور آخر، والطالبة سامة. اتفضلي يا سامة، هتقول لنا إيه في الجولة دي؟ يتكون المجتمع الإسلامي من 4 طبقات. أول طبقة وهي الطبقة العليا، تضم الأمراء والوزراء وقادة الجند والخلفاء. ثاني طبقة وهي الطبقة الخاصة، وهي تضم كبار الأدباء والتجار والعلماء. ثالث طبقة وهي الطبقة الوسطى، وهي تضم كبار العمال ورؤساء الحرف وأصحاب الأملاك. رابع طبقة وهي الطبقة العامة، وهي تضم باقي أبناء المجتمع. شكرا على طبقات المجتمع العربي وأشكاله زمان. نيجي نتكلم. الخصائص التعليمية للوطن العربي. بلغت نسبة المقيدين بالوطن العربي حوالي 90% فأكثر، ما عدا الصومال وجيبوتي والسودان وسوريا بسبب الفقر والحروب. اتاحت الدول العربية التعليم للجميع، للذكور والإناث. دي الخصائص التعليمية يا أولاد اللي لازم نعرفها. ننتقل إلى محور آخر وهو التركيب النوعي. تعالى اتفضل. التركيب النوعي يقصد به تصنيف السكان إلى ذكور وإناث، والذكور باللون الأزرق والإناث باللون البني. ماشي، شكرا على اللون. ماشي، تعالى نيجي ننتقل إلى محور آخر وهو هتقول لنا إيه في الفئة الأولى تضم عدد من سن 0 إلى 14 سنة. تمام. دي فئة صغار السن اللي احنا فيها يا جماعة، اللي انتوا كطلبة فيه. ننتقل إلى محور آخر. هتفضل تقول لنا إيه؟ فئة العمل هي تبدأ من 15 إلى
64 وهي الفئة المنتجة التي تراعي صغار السن وكبار السن. دي لسه فئة أولياء الأمور يا جماعة. نيجي ننتقل إلى محور آخر وهو فئة كبار السن، علينا احترامهم. اتفضل. توجد في قمة الهرم السكاني وتمثل حوالي 4.5% من إجمالي سكان الوطن العربي، وهي فئة تحتاج إلى رعاية صحية. ماشي تمام كده. نيجي بقى على بعد الخلاصة تقول لنا إيه يا سيدي؟ التراث الثقافي هو كل ما تركه لنا الأجداد من آثار. تمام كده. يبقى يا أولاد خلاصة الندوة أو الجولة التاريخية عرفنا ملامح بسيطة عن التراث العربي أو الوطن العربي بين الماضي والحاضر، وشكرا لحضراتكم.